أهلا بيكم في فيديو جديد من سلسلة بايثون بالعربي. في الفيديو ده هنتكلم عن حاجة مهمة جدا في لغة بايثون، وهي السلاسل النصية أو السترينج. في الفيديو اللي فات احنا عرفنا أنواع البيانات، وكان من ضمن أنواع البيانات دي حاجة اسمها السترينج. يعني إيه سترينج؟ هي أي سلسلة نصية بين علامتين تنصيص، إما علامتين تنصيص مزدوجة أو فردية. تمام؟ تعالوا نعرفوا أهم الدوال مع الأمثلة عليها. أول دالة عندنا وهي lower. عملت متغير وحطيت فيه سلسلة نصية، وبعدين قلت المتغير دوت لور، ديت هيحول لي الحروف الكابيتال إلى حروف سمول كلها زي ما انت شايف كده. تاني دالة عندنا وهي upper. ديت بتحول الحروف الكبيرة إلى حروف سمول. برضه عندنا متغير وحطيت فيه كايرو وكلها سمول، وبعدين city دوت upper هيحول لي كل الحروف السمول إلى كابيتال. تالت دالة عندنا وهي capitalize. ده بتحول أول حرف كبير والباقي صغير زي ما هو. يعني مثلا أنا عندي كلمة حطيت فيها بايثون كل الحروف سمول زي ما أنت شايف كده، وبعدين دوت capitalize. شوف هيعمل إيه، هيحول لي أول حرف إلى كابيتال والباقي سمول زي ما هي. في حاجة عندنا برضو وهي title. ديت أول حرف من كل كلمة كبير، يعني بتخلي أول حرف title، بتخلي أول حرف من كل كلمة كابيتال. تمام. انا عندي جمله اهيت learn python programming، وبعدين اقول له دوت تايتل، هيخليه الاول كل حرف من كل كلمه كابيتال اهو. ال والبي برضه نفس الحكايه كابيتال اهو. برضه عندنا ده اللي اسمها ستريب. ديت بتشيل كل المسافات سواء من البدايه او من النهايه. يعني زي ما انت شايف كده انا حاطط مسافات اهوت، لو جيت رنيت الكود هيشيل كل المسافات اللي كانت في الاول وكانت في الاخر. تمام. عندنا دالة برضو هي replace. ديت ممكن تستبدل اي جزء من النص ده وتحط جزء تاني. تمام. برضه اهو دوت replace، وعايز اشيل احمد ديت واخليها علي. لو رنيت الكود هيقول لي هلو علي. تمام، وهي كانت المفروض هلو احمد. برضه في دالة عندنا وهي split. ديت بتقسم النص جوه قائمة. تمام. او برضه عملت متغير وحطيت فيه النص بتاعي، وبعدين قلت له دوت سبليت من اول مسافه الفاضيه ديت، يعني ما بين اي كلمه فيها مسافه فاضيه دي تعتبر عنصر تاني. تمام. لو جيت رنيت الكود اهو، من عند المسافه الفاضيه حط فاصله واعتبر دي عنصر ودي عنصر ودي عنصر. تمام. برضه في ده اللي عندنا وهي جوين. دي بتدمج العناصر، يعني تاخد العناصر اللي في القائمه ديت وتدمجهم في جمله. عكس دي. تمام. عكس سبليت، يعني هناخد العناصر ديت ونخليها جمله تاني. تمام. هنيجي نرنه كده، ما بين كل عنصر وعنصر حط لي مسافة فاضية زي ما انت شايف كده، عملها لي جملة اهي. برضو في ده اللي عندنا وهي فايل. ديت بترجع الحرف اللي انت هتدخله او الكلمة اللي انت هتدخله هنا، بترجع مكانها فين. يعني مثلا انا قلت له الحرف الجي اهو، شوف اما يجي يرن كده هرجع له يقول لي رقم كام، 3. تمام. برضو في حاجة عندنا هي اس الفا. دي بتتأكد إن الحروف أبجدية ولا لأ. هيقول له true أو false. شوف قال لي true، دي حروف أبجدية. برضو في is digit، دي بتتأكد إن الحروف أرقام ولا لأ. قال لي true برضو نفس الحكاية. برضو في ده اللي عندنا وهي اللين. ديت بيرجع عدد الحروف اللي الكلمة دي، يعني مثلا هيجي لي يعد لي عدد الحروف دي اهوت لين، وبعدين النيم اهوت، شوف هيقول لي 5 حروف. ده اللي برضو هي الباك سلاش ان او نيو لاين. ديت بتضيف سطر جديد. برضه عملت متغير وقلت احمد وباك سلاش ان، وبعدين قلت علي. ديت هتضيف لي سطر جديد ما بين احمد وعلي. لو جيت رنيت الكود زي ما انت شايف كده. برضه في حاجه عندنا وهي الاف سترينج. ديت بتعوض بمتغير عادي، وبعدين بيتشال هو ويتحط قيمته. يعني مثلا عندي 2 متغير، كل متغير له قيمه، وبعدين قلت برنت اف، وبعدين قلت له ماي نيم از، وبعدين عايز احط النيم اقول له كيرلي براكت، وبعدين هيشيل لي النيم ده وبعدين يحط القيمه بتاعته. تمام. نفس الحكايه مع العمر، هيشيل العمر اللي هو المتغير ويحط القيمه بتاعته.
لما اجي ارن الكود هو حط لي علي وبعدين حط لي 20. تمام، وبكده يكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبك الشرح متنساش تعمل لايك واشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.